ما كنتش اعرف اصلا معلومات المعمار، لان كل يعني بالنسبه لي كل المعماريين بيشتغلوا في الانتيريور ديزاين. ما اعرفش ده علشان مثلا العماره في مصر مش واخده حقها. يا اهلا بيكم في حلقه جديده من انتيريور توكس. في الحلقه دي هنبدا ان احنا هنتكلم على موضوع مهم جدا وبيفرق بيبقى موجود في دماغ ناس كتير جدا. هو مين المهندس المعماري، مين المهندس المدني، مين الانتيريور ديزاينر، مين بينفذ، مين بيصمم، ايه الفرق ما بينهم، ايه متداخلين في ايه. فهنبدا ان احنا نتكلم على التوبيك دوت، ونبدا ان احنا نتكلم على كل قسم من الاقسام ديت، وازاي احنا بنقدر ان احنا نشتغل از انتيريور ديزاينرز او از معماريين او از سيفل انجينيرز في الجزء ده، وازاي نقدر نعمل كوردينيشن ما بيننا وما بين بعض. في الحلقه دي موجود معايا باشمهندس يوسف صدقي وباشمهندسه آية احمد. هنبدا ان احنا نتكلم على الاجزاء دي ونبدا ان احنا نفصصها بكل التفاصيل بتاعتها. باشمهندس يوسف، انت الباك جراوند بتاعتك سيفل انجينير. مظبوط. خلينا نبدا الاول بالسيفل انجينير. هو السيفل انجينير بيعمل ايه بالظبط؟ حلو. السيفل انجينير في الواقع هو ليه كذا تخصص، يعني السيفل هو امبريلا كبيره تحتها كذا جزء منها. طبعا الانفراستراكشر من الحاجات اللي السيفل انجينيرز بيشتغلوا فيها، وكمان الانفراستراكشر اللي هي البنيه التحتيه بتاعت المباني بتاعت الطرق اصلا. مزبوط. يعني مظبوط الطرق، وكمان الصرف، مثلا شبكات الصرف وشبكات بشكل عام يعني. مظبوط بالظبط كده. فده شق من الاجزاء اللي مهندس المدني او سيفل انجينير بيشتغل فيهم بالظبط. في كمان الجزء الخاص بالبيلدينجز، المباني الانشائيه، بيبتدي يشوف هو الستراكشر بتاعها بيكون عامل ازاي، بيبتدي يدرس بشكل مظبوط الحاجه دي عشان تتنفذ بشكل يكون سيف، وفي نفس الوقت يحقق الشكل الجمالي المهندس المعماري ده اللي بيبقى ليه علاقه او يعمل كوردينيشن مع الاركتكتشر او الانتيريور ديزاين. مظبوط بالظبط كده. لكن بقيه الحاجات اللي هي مثلا الستيل، الحاجات التانية، التخصصات التانية ممكن ما تبقاش بتلينك قوي للحته دي. بالظبط. انما هنا فعلا هو ده يعتبر اللينك اللي بيحصل فيه اللي بيتقابلوا فيه مع بعض. هو المباني السكنيه او المباني بشكل عام، حتى لو هتكون مباني تجاريه يعني، بيبتدي ان هو دوره بيكون امتى، يعني دوره بيظهر امتى بعد ما مهندس المعماري بيكون عمل الكونسبت وعمل الديزاين بتاعه. هو بيبتدي ان هو يشوف الكلام ده ازاي بقى هنبدا ان احنا بالظبط ازاي هيبقى الستراكشر بتاعه سيف وفي نفس الوقت محقق الشكل الجمالي المطلوب. وطبعا بيبقى مهم قوي بالنسبه له كمان ان هو يبقى بيوفر في الكميات، يعني هو مش عشان يخلي الحاجه سيف فبيكتر حديد وخلاص مثلا. زي ما احنا عارفين الحديد والخرسانه هم اسعارهم بقى يعني بالظبط. هو المسؤول عن ان هو يعمل فاليو انجينيرنج لكل بالزبط. حاجه في المبنى بحيث ان احنا نقدر ننفذ المبنى سيف وفي نفس الوقت يبقى سعره مظبوط. بالظبط كده. حلو. فطبعا ده بيتم من خلال مراحل مختلفه، ان هو بيبتدي يدرس الاحمال اللي هتكون موجوده. يعني طبعا لو مبنى تجاري بيكون الاحمال فيه مختلفه لان عدد الافراد اللي بيستخدموه مختلف أكيد. تماما. بيبتدي يشوف السيناريوز المختلفه، ان امتى المبنى ده ممكن يبقى طول اليوم مليان على اخره، فببتدي ان انا اصمم على الاحمال دي. وعكسه تماما بالليل ممكن المبنى ده يكون ما فيهوش ولا بني ادم. فلو انا صممت بس على ان المبنى مليان على الاخر، لما المبنى يفضى ممكن تحصل مشاكل في الستراكشر بتاع المكان بسبب اختلاف الاحمال. فبالتالي لازم اعمل حساب الاثنين سيناريوز وببتدي ان انا ادمجهم مع بعض عشان اطلع في الاخر الستراكشر بينفع في كل الحالات. طبعا مع اعتبار الفاكتور اوف سيفتي ان بنزود شويه نسبه، لانه وارد ان مثلا يعني فجاه مثلا نقول ايه، حصل ظرف طارئ فالناس كلها اتجمعت في اوضه واحده، فده بقى اعلى كمان من اللايف لود التقليدي او الطبيعي. فلازم نعمل حساب حاجه زي كده برضه. حلو قوي. ليه مشهور عن السيفل انجينيرز ان هم في الموقع بقى وبتوع اسمنت وحديد؟ والله ده ممكن يرجع لكذا حاجه، منهم التوافر الشديد لمهندسين مدني. ناس كتير جدا 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 بتبقى داخله هندسه عشان الاسم، فطبعا ايه اسهل او يشاع. هو طبعا هي مش اشاعه يعني، لا هو فعلا من الحاجات اللي ممكن بسهوله تنجح فيها، لان هي تطلبها للقدرات الذهنيه مش كبير قوي. يعني بعكس مثلا حاجه زي ميكاترونكس،
مثلا، لا دي يعني فعلا الموضوع بيكون كومبليكيتد جدا برضو. عايز كرياتيفيتي مثلا برضو. انما هنا هي بتبقى الى حد ما مجموعه من الخطوات، كل المطلوب منك ان انت تبتدي تمشيها بشكل مظبوط. بالعكس ده هو الصح اصلا ان انت تمشيها بشكل مظبوط قوي. طبعا ما تحاولش تدخل فكرك بالظبط. لان انت في خطوات لو قررت ان انت تتجاهلها النتيجه بتكون كارثيه. الموضوع مش بس ان حاجه طلع شكلها لا كان ممكن تبقى احلى، لا هي دي كده وديتنا في 60 ده. بالظبط كده. تمام. طبعا انا متخيل ان الموضوع في في ميجا بروجكتس وفي ستراكتشرز، ما اعرفش دي ظاهره معانا ولا لا في الكادر، في مباني بتكون فيري كومبليكيتد الشكل الجمالي بتاعها، يكون المعماري زي المباني الاورجانيك مثلا. انا متخيل ان السيفل رول هنا ما بيكونش بالطريقه التقليديه قوي، واكيد بيكون في نوع من انواع تفكير ازاي هنقدر ان احنا نحقق الشكل ده، بينما احافظ برضه بقى معينه بتفاصيل معينه، ويبدا ان هو يشوف الرسمه نفسها والميول المختلفه. طبعا في ناس مشاهير في الموضوع ده بالظبط، وبيبقى شأنهم كبير قوي. بس طالما احنا بنتكلم في الجزء اللي هو ده اللي منتشر اصلا، ان احنا بنتعامل مع مباني اغلبها افقيه، مفيش اي وبنعتمد على الستراكشرال سيستمز التقليديه، ساعتها موضوع 1+1=2 يعني فيري سيمبل. عشان كده ناس كتير بتتجه لده. فبالتالي اللي بيحصل بيبقى فيه فائض كبير جدا من المهندسين، فبيضطروا ان هم يشتغلوا في حاجات تنفيذيه بقى زي الخرسانات او بالظبط. برضه جزء على فكره هو في جزء من مدني تنفيذي يعني مظبوط طبعا. ان انا اخد بقى اللوحات اللي اتعملت ديت وابدا ان انا انفذها بشكل معين. فده يبدا ان هو يخليني اقدر احط الحديد صح والخرسانات صح والكلام ده كله. وكل واحد طبعا كل حاجه من الحاجات دي ليها سكيلز وبتدرس في الجامعه يعني. مظبوط. لطيف جدا. طيب خلينا نرجع بقى لعلاقة بقى المهندس المدني بالمهندس المعماري. انا باك جراوند بتاعتي معماري، خلينا اشرح للناس اكتر ايه العلاقة بتاعت العمارة، وبعدين نتنقل بقى للانتيريور ديزاين ونفهم التفاصيل بتاعت الانتيريور ديزاين شوية. تمام. عايزه تتكلمي عن الانتيريور ديزاين الاول؟ لا انا بس كنت عايزه اقول طب ما انتوا ليكوا قيمه كبيره، امال بتسيبوا ليه الموضوع وتيجوا عندي؟ ما هي عشان النص التاني، ما انت هتلاقي بقى ان في شغلانات مثلا خلينا نعرف كل واحد بقى كده نفهم هو ليه ده بيروح ممكن ده بيروح لده وده بيروح لده وده بيروح لده. لان في انتيريور ديزاينرز بيعملوا واجهات وبيشتغلوا في الاركتكتشر، في اركتكتشر معظم معماريين بيشتغلوا في الانتيريور ديزاين، ومعظم وناس كتير جدا مدني بتعمل شفت كارير اصلا تسيب اصلا مدني خالص. فهنعرف ليه برضه. خلينا نرجع للحته الثانيه ان احنا هو المعماري بيعمل ايه. المعماري وظيفته بقى هو المايسترو بتاع كل حاجه، المايسترو بتاع المشروع من البدايه. هو اللي بياخد الارض فاضيه، هو بدايه باول حد بيتعامل مع الكلاينت هو مين؟ المهندس المعماري. ان هو بياخد ارض فاضيه تماما، فيبدا ان هو يحط فكره والكونسبتس بتاعت المشروع، وحتى بقى الكونسبتس المفروض يمشي عليها المشروع كله. يعني خلينا نتفق ان في مباني برضو ستاندرد، فالمباني الستاندردز دي ما بيبقاش ليه كونسبتس قوي في الواجهات، فممكن ان احنا نبقى الواجهات عاديه جدا، وجوه كل اوضه من الاوض او كل انتيريور سبيس او كل شقه ليها ستايل معين. لكن في مباني تانية مثلا زي المباني الاداريه او المباني التجاريه لازم يبقى اللي بره واللي جوه واخدين روح واحده، واحس ان المبنى نفسه از سكيل ماشي مع بعضه ومسلم بعضه بشكل مظبوط، واحس ان الروح ان انا شفت مبنى ودخلت جوه المبنى ما احسش باختلاف. ودي الحاجه المميزه او المعماريين دايما بيحاولوا ان هم يعملوها. ولو شفنا بيتر مارينو لما كنا بنتكلم عليه لما كنا بنحكي عليه في ديزاين فلكس، من الناس اللي كانت بتعمل الموضوع ده بشكل قوي جدا. فكرة ان هو يبقى انت شايف شكل الريتيل من بره بشكل معين، والهارموني ما بين الواجهات والدخول لجوه بيبدأ ان هو يمكس الانتيريور باللي بره، فانت تحس انك انت لسه في المكان، لسه اوتدور ولسه باصص او بتكمل بعض واحده او بتكمل بعض. حاجه من الحاجات مثلا موجوده الجامعه الامريكيه في هنا، لما بتخش وتمشي فيها في ممكن انك تخش في مبنى وتخرج منه في حاجات ممكن ما تحسش انك دخلت حته دخلتش مبنى، يعني في حتت مثلا مفتوحه بشكل معين مديه الانديكيشن دوت او الاحساس ده. ففي بعض المباني انت لما هتخشي وتتمشي جواها، برضو واحد من المباني اللي انا في الفتره الاخيره اكسبيرينس فيها اللي هو
في ابراج الامارات. ابراج الامارات دخول جواها وانك تمشي فيها وانك تخرج منها على المتحف المستقبل، الجزء ده كله بحس ان هم كلهم واخدين هارموني مع بعض بشكل معين، فمديني احساس ان انا ماشي في مكان كله ريليت لبعضه سواء انتيريور او اكستيريور. انا مجرد ما بخش المتحف المستقبل برضو ببدا انا اخش ان انا ريليت ان انا بره كان في شكل معين امبرسيف جدا، ولما دخلت جوه بقى شفت الشكل دوت از انتيريور من جوه بالتفاصيل اللي موجوده فيه بالاضاءه اللي محطوطه، فكل ده بيدي ريفلكشن ده. المعماري هو اللي بيحط الكونسبتس دي، هو اللي بيحط كونسبت ان السبيس نفسه يبقى هارموني من بره لجوه، وهو المايسترو بقى اللي بيبدا ان هو يليد ان يعني زمان خالص كانش في حاجه اسمها مهندس، ما كانش، كان المهندس المعماري هو اللي بيعمل الاستراكشر وهو اللي كان بيعمل المبنى وهو اللي كان بيعمل الانتيريور، وكان بيطلع مباني عظيمه جدا. بس لما ابتدى الموضوع يبقى سكيله في نيتشز شويه وبقى في سبيسيفيكيشنز وبقى في ناس متخصصه قوي وتدرس قوي تفاصيل كل حاجه، فابتدى يظهر تخصص الانتيريور ديزاين. وتخصص الانتيريور ديزاين لما ابتدى ان هو يظهر بقى بيخدم بشكل اكبر، لان معرفه الانتيريور ديزاين بكل الهيستوري وبكل التفاصيل وبكل الكاستمر اكسبيرينس بتبقى اوقع في المشاريع لما ابتدت انها تكبر. لان زمان نتفق ما كانش فيه حاجه زي مثلا مول دبي. مول دبي ده مول واخد مساحات كبيره جدا، صح. فلا مش منطقي. ما كانش زمان منطقي ان حد يعمل مبنى بالحجم ده، صح. لكن دلوقتي بقى منطقي، فبقى صعب ان المعماري يعمل كل ده ويديزاين الاكسبيرينس بتاعت الافراد بتاعت كل فرد من الافراد ديت نفس المعماري، صح. فهنا ابتدت التخصصات تظهر، لان ابتدى يظهر اوجه جديده للديزاين، ان بقى في احجام مباني اكبر، فبقى في تخصص، ففي سبيسيفيكيشنز اكتر في الانتيريور، وكل حاجه عايزه تتعمل بتفاصيل معينه، فابتدى ان في حد متخصص بس في ان هو يشتغل في الحته اللي جوه، فابتدى يظهر الانتيريور ديزاين. فخلينا نقول ان بقى المعماري هو المفروض ان هو وده للاسف ما بيدرس في كليات، ان هو يكوردينيت ما بين ستراكشر وانتيريور ديزاين وام اي بي، وعنده مرحله الكوردينيشن دي مرحله المفروض المهندس المعماري هو اللي بيعملها. وطبعا دي احنا بنعدي عليها في الشغل بعد فترات كبيره واكسبيرينس كبيره في ان جنرال في البروجكتس، انك بتبدا ان انت خلاص بقى انت عارف ازاي بتقرا لوحات الميكانيكا، عارف تقرا لوحات الكهرباء، عارف لوحات تقرا لوحات كذا، تقرا لوحات الاستراكشر، تبقى فاهم انواع الاستراكشرز مختلفه. فده بيبدا ان هو يخليك انت از مهندس معماري قادر انك انت تبقى عارف ازاي تاخد قرار هنا عند الانتيريور ديزاينر، عارف ان هو هيأثر في الاستراكشر، فازاي هتقول للاستراكشر هيعملوا ايه او هيفكر فيه ازاي. فالاستراكشر هيبدا ان هو يعمل الاناليسيز والحسابات بتاعته بيزد اون الحاجات اللي انت غيرتها في الانتيريور. فالخطوات دي كلها كخطوات هي في الاخر بتدينا بروجكت ناجح. فخلينا نتفق ان هما الثلاثه كستراكشر كاركتكتشر كانتيريور ديزاين ثلاثه مرتبطين مع بعض، كان هما في الاخر ينجحوا البروجكت، بس ان تخصصاتهم نفسها بعد كده يعني ابتدت التخصصات دي تحصل علشان نقدر ان احنا نوصل ل effective اكتر او productivity اكتر من خلال تشارك اجزاء مختلفه في المشروع بافكار مختلفه للمشروع او بدراسات مختلفه. يعني خلينا نقول لما العماره اتفصلت عن الانتيريور بقى الانتيريور ديزاينر يقدر يدرس تفاصيل اكتر وعمق اكبر للموضوع، فقدر ان هو يبقى عنده ده. وده اللي احنا بنفكر فيه، ان دايما انا عايزك از انتيريور ديزاينر تبقى دارس التفاصيل بتاعت الماتيريالز، تبقى فاهمها، تبقى فاهم التفاصيل بتاعتها، تبقى فاهم الستايلز، تبقى فاهم كذا، تبقى فاهم كذا. كان احنا في ديزاين لايك كريزي بنبدا ان احنا نركز على التفاصيل دي، عشان خاطر في الاخر انا عايز انتيريور ديزاينر ملم بالحاجات الاساسيه، مش ملم بالحاجات اللي عادي المهندس معماري عارفها، المهندس المدني عارفها التفاصيل دي كلها. لا، الانتيريور ديزاينر بيحط فكر based on knowledge موجودة عنده في كل مرحلة أو في كل نقطة من النقط المختلفة دي. فده المهندس المعماري إن هو المايسترو اللي بيقدر إن هو يحرك كل دول علشان يبدأ إن هو يشتغل أو يبدأ إن هو يشغل الجزء ده. طب الانتيريور ديزاينر بقى هو مين وبيعمل إيه؟ إيه رأيك؟ يعني هو أنا ما كنتش أعرف أصلا معلومات المعماري، لأن يعني بالنسبة لي كل المعماريين
بيشتغلوا في الانتيريور ديزاين. معرفش ده علشان مثلا العمارة في مصر مش واخدة حقها، انه الحاجات بتتعمل ستاندرد معينه فخلاص ما بقاش محتاج. خلينا نتفق ان فعلا العماره في مصر او يعني مش في مصر، في حتت كتير جدا مش واخده حقها، لان مش شرط ان كل حد هيتخرج من عماره هيقدر ان هو يبقى كرييتيف ويبني مبنى كبير ضخم فيه تفاصيل كتيره، والمباني عددها بالنسبه للانتيريور قليل. يعني تخيل انا مثلا ببني مول، المول فيه كم محل؟ فوق مثلا ال 500 محل. فانا دلوقتي 500 محل اللي موجودين في المول دول في عايزين 500 انتيريور ديزاينر، لكن انا كم معماري واحد، انا عندي واحد قصاد 500 انتيريور ديزاينر. نفس الكلام انا ببني عماره، فالعماره فيها كم شقه؟ فيها 20 شقه. انا كمعماري واحد ببني عماره في 20 انتيريور ديزاينر هيشتغلوا شقق. فانا توفر عدد كبير من الانتيريور ديزاين او توفر الشغل لعدد كبير من الانتيريور ديزاينر هو اللي خلى كل المعماريين تقريبا ما فيش حد معماري ما بيشتغلش انتيريور ديزاين. تمام، بس هل بقى المعماريين بيشتغلوا انتيريور ديزاين بيزد اون نوليدج عارفينها؟ هي دي الحته اللي انا دايما يعني يمكن اصلا ديزاين لايك كريز سيستم لما ابتديت ان انا اعملها كان فكرها الاساسي ان انا عايز المعماريين اللي عايزين يشتغلوا في مجال الانتيريور ديزاين ان هم يفهموا ده. بعد كده بقى اتطور ان بقى في ناس مهندسين مدني برضو بيخشوا الديزاين لايك كريزي، بقى في ناس تانية حتى بره المجال. يعني الجزء ده برضو هنتكلم عليه بالتفصيل، بس في ناس ممكن من بره المجال خالص وتقدر انها تخش وتدرس انتيريور ديزاين وتشتغل في انتيريور ديزاين. طب ليه تفتكروا ليه الناس يعني بتدخل مجال انتيريور ديزاين؟ يعني هو معظم الناس بتبقى فاكره ان مجال الانتيريور ديزاين ده اسهل حاجه واسرع حاجه ممكن ان انا مثلا اجيب بيها فلوس مثلا. حلو. او ان انا ابقى مهندس ديكور خلاص فاهم شويه ذوق. ليه برضو؟ ليه؟ عشان توفره. عشان ايه؟ عشان هو متوفر. ايوه علشان هو متوفر ومطلوب. بس مثلا الانتيريور ديزاينر مثلا ساعات بيتعرضوا لحاجات كتير زي انه مثلا السبيس نفسه ما بيبقاش متقسم صح. حلو. ده المعماري نفسه مش مقسمه صح، مش مقسمه بيزد على حاجات معينه، فتلاقي مثلا الحاجات ضيقه او الحاجات مش مؤهله للناس. خلينا نتفق برضو ان في اماكن معينه بيبقى التقسيمات فيها جزء كوميرشال شويه، ان هو انا عايز ابيع اكبر قدر او عايز ابيع الشقه بسبيسيفيكيشنز معينه، فعايز احط لها تقسيمه تغلي سعرها. تمام. بس الانتيريور ديزاينر بيبقى عايز يعمل ايه؟ الانتيريور ديزاينر عايز لايف اكسبيرينس، العميل هيعيش ده ازاي بالظبط. فبيحس انه المعماري اللي هو الصنايعي اللي كان شغال قبلك ده بوظ الدنيا، فانا هكسر واعمل من اول جديد. وبالتالي بيحس انه المعماري ما كانش ليه انبوت في الموضوع. خلينا نتفق ان في الريزيدنشالز في بعض الحاجات ممكن تبقى كده، بس في حاجات تانية لا. احنا بنتكلم على ممكن ان انا اخش مكان الاقيه ويل ديزايند، انا مجرد ان انا بس بغير از انتيريور ديزاينر عشان خاطر انا في بس نقطة تانية عايز اتكلم فيها، بس خلينا اكمل الجزء ده. ان انا ممكن اخش مبنى هو يبقى ويل ديزايند از عمارة يعني اركتكتشر، و انا بس بغير عشان العميل عايز يغير حاجات معينه او عشان احتياجات العميل حاجه مختلفه. لكن خلينا نتفق ان في للاسف في بعض البلاد ومن اشهرهم مصر ان في ناس لا بيلجأوا للمعماري ولا الانتيريور ديزاينر، وبيبقى المقاول اللي هو مقاول بجلبيه، اللي هو حد ممكن ما يبقاش دارس هندسه ومش دارس وما بيعرفش يقرا ويكتب، وهو اللي بيبني المبنى كله. فانت بتخشي فاكره ان في معماري اللي عمله، بس هو مش معماري اللي عمله، هو في مقاول قرر ان في اعمده انا عملتها قبل كده في مبنى فلان الفلاني، عملتها حطيت فيها كام سيخ حديد وكام طن خرسانه، فانا اللي هبني وانا اللي هحط الاستراكشر وانا اللي هحط كل حاجه، وبيطلع مباني كامله بكل التفاصيل بتاعتها. طب الحاجات دي بتاخد موافقات وحاجات زي كده، ازاي كل الحاجات دي بتتضرب؟ يعني في اوقات كتير جدا كده. فخلينا الديبيت بتاع ان لما انا بخش مباني ساعات بلاقي ان المعماري عاملها غلط، اكشولي ما بيبقاش مشكله معماري، بتبقى مشكله ان المقاول اللي نفذ هو اللي نفذ بيزد اون ده. ممكن المعماري يكون عامل حاجه والمقاول بينفذ حاجه تانية خالص. ف
للاسف في بعض البلاد بيبقى الموضوع بالشكل ده، ان ما بيعتمدوش على المهندس خالص، ومش عايز يوفر خالص فلوس الديزاين، فبيقرر ان هو خلاص يطلع المبنى كله وبعدين يشوف بقى انتيريور ديزاينر يحل الكارثه اللي بتحصل من ورا ده. فلو رجعنا بقى، هو اصلا انتيريور ديزاينر دوره اصلا ايه؟ المفروض ان هو دوره ان هو يعني بيشوف الناس اللي هتستخدم المكان ده او المستخدم بتاع المكان ده، ويبتدي ان هو يريحه باكبر قدر ممكن من الراحه في كل مكان هيستخدمه، في كل حته هيستخدمها في المكان ده، سواء بقى هو بيت او مكان مثلا تجاري او مطعم او ايا كان. الاستخدام الصحيح ليه اللي يوفر راحته، يعني ده المفروض. يعني خلينا نقول ان دور المهندس المعماري، دور الانتيريور ديزاينر بيبدا برضو من عند الكلاينت. يعني بس ممكن كلاينت مختلف. بس كلاينت الايه، كلاينت اوريدي عنده فراغها خلاص خلصان از ستراكشر، لكن المهندس المعماري بيبدا مع الكلاينت من نقطه ان عنده فراغ، عنده حته ارض رمله، تمام، لكن ده خلاص ده فراغ هيسكن فيه. المهندس المعماري بعد ما بيخلص شغله كشغل عماره، الكلاينت ما يعرفش يستخدم السبيس من غير الانتيريور ديزاينر. الانتيريور ديزاينر هو المكمل للمشروع اللي بيبدا ان هو يعمل الفاينل تاتش واللايف اكسبيرينس اللي هيعيشها الشخص جوه السبيس، تمام بالظبط. انا بقى خلينا نقول سريعا كده ممكن نعدي على مراحل الانتيريور ديزاينر لما بيقابل كلاينت بيعمل معاه ايه. المفروض ان هو اول ما بيقابل كلاينت بيبتدي ان هو يشوف المساحه بتاعته، يعرف احتياجاته كويس قوي، يفهم الحاجات اللي بتريحه وايه الحاجات اللي هو محتاجها، البادجت بتاعته عامله ازاي، كل التفاصيل دي، ويبتدي ان هو يدرس شخصيته كويس جدا، وعلى هذا الاساس بيحط بوينتس معينه هيمشي من خلالها البادجت بتاعه، الحاجات اللي هو عايزها. طيب عدد الافراد اللي قاعدين معاه في المكان ده قد ايه، الاستخدام نفسه عامل ازاي. يخلص بقى في الجزء ده مرحله البري ديزاين، خلص مرحله البري ديزاين اللي هو المفروض يبقى خارج منها معلومات يعني كافيه جدا ان تخليه يقدر يدخل على مرحله الديزاين او يدخل على مرحله الكونسبت اللي هو بيطلعه. فعش يدخل على مرحله الكونسبت لما يكون معاه معلومات كافيه جدا تقدر ان هي يعني ما يعطلش، ما يبقاش بيطلع كونسبت من خياله. لا، الكونسبت دايما بيريليت للكلاينت نفسه، واصل احتياج معين، مشكله معينه. بس ممكن تكون حاجه مثلا وانا قاعد مع الكلاينت في الميتنج يعني عرفت ان هو عنده احتياج معين، فبالنسبه لي دي بقت مشكله يعني ركزت فيها وبدات ان انا احلها له، مثلا طلعت كونسبت معين يحل له الازمه دي. ممكن الكلاينت اصلا ما يبقاش واخد باله منها او مش محددها يعني، فهو بيبتدي ان هو ياخد كل المعلومات دي، يطلع كونسبت للديزاين. كونسبت ده المفروض يبقى على اساس برضو معين، ما ينفعش برضو يبقى كونسبت من الهوا. نفس الفكره اللي يوسف كان بيقولها، انه هو كمهندس مدني بيبقى في اساسات معينه بيمشي عليها، مش مجرد ان المعماري بيعمل يعني بيعمل كونسبت معين وخلاص، لا. فبرضو الانتيريور ديزاين لازم يبقى فاهم اساسيات معينه يمشي عليها الكونسبت. طب ده هيتنفذ ازاي؟ هل هو قابل للتنفيذ فعلا ولا ده خيالي؟ كل الحاجات دي المفروض يكون عارفها، دارسها وفاهمها كويس قوي. يعني معنى كده الانتيريور ديزاينر برضو بينزل موقع اكيد، ومهندس معماري بينزل موقع، كلهم بيتقابلوا في الموقع، يعني كلنا بننزل موقع، صح؟ الاشاعه بتاعت المهندس معماري قاعد في المكتب والانتيريور ديزاينر قاعد في المكتب ومهندس مدني بينزل موقع، ده غلط. مظبوط. نفس الكلام في مهندسين مدني بيقعدوا في المكتب عادي، اكيد. مكتب الفن. الموضوع كله ان لو حبينا نقوله ان المهندس الانتيريور ديزاينر ينزل موقع عشان يقدر يفهم العلاقات بتاعت الماتيريالز نفسها في الاول، ويفهم هو لما هيديزاين الحاجات ديت هي هتتنفذ ازاي. فدي ده جزء مهم جدا ان هو يعرفه، زائد ان هو نزوله الموقع بيحسن له الذوق العام بتاع الديزاين، ان هو بيفهم نسب وعلاقات بالظبط. الرؤيه بتاعته بتختلف، انه مثلا شاف حيطه معينه فيعرف يجيب مقاسها مثلا بالنظر، يعرف يقول الحته دي ممكن يتعمل فيها ايه. لو انا طول الوقت قاعد بديزاين بس كرسم، مش هبقى عندي يعني مش هيبقى عندي النظر ان انا اقدر ان انا افهم مثلا كل جزء في المكان ده ممكن الافكار اللي تتعمل فيه ايه.
هبقى بس عندي افكار بس مش عارفه احققها وانفذها. لا لما بنزل وبشوف العلاقات والمساحات والمفروض ان المعماري وقف عندها يعني لا ببتدي اضيف عليه واكمل يعني اكمل اللي هو خلصه. يعني اعتقد ان احنا المفروض من النقاش ده ان كل واحد منهم يعني المدني والمعماري والانتيريور ديزاين بيكملوا بعض. ما ينفعش حد يقف وما ينفعش حد يعني يتجمع بس في حاجه واحده. بس ينفع بقى ان واحد منهم يشفت كارير للتاني. هو ممكن يعني المعماري مثلا يشفت كارير للانتيريور ديزاين. هو مش بيشفت كارير ممكن بيبقى يكمل معلوماته الناقصه بالظبط يكمل فبيبقى عنده نوليدج كبيره جدا عن العماره والتفاصيل بتاعتها كلها فيقدر ان هو يكمل فيقدر يكمل الصوره. حلو قوي. بس مثلا مش شايفه ان انتيريور ديزاينر يقدر ان هو يشفت للعماره. انتيريور ديزاينر ممكن يشفت للعماره في حاله ان هو ابتدى يدرس اكتر علاقه كل حاجه باللي حواليها. يعني ايه؟ يعني لو انا بداتها من انتيريور ديزاين فانا ابتديت ان انا اذاكر انتيريور ديزاين وافهم انتيريور ديزاين كويس قوي. وبعدين واحده واحده ابتدى الموضوع عندي يتطور لان انا بدرس اكبر على سكيل بقى. ان انا كنت مثلا ريزيدنشال وبعدين ابتديت ان انا اخد سكيل فيلا كامله. فالفيلا الكامله هحتاج معماري لان هو يبدا يقسم من الاول الفيلا بالتفاصيل بتاعتها صح. فانا ابقى قاعد مع المعماري شايف تفاصيل كل حاجه بتتقسم ازاي وعلاقتها وهو بيقسم بيزد اون ايه. وابدا بقى ادرس واقرا اكتر عن الحته دي لان الحته دي فيها تفاصيل كتير جدا. فيها تفاصيلها كتير توجيهات اعتقد انه الدراسه لا الدراسه مهمه فيها. هي لازم الدراسه يعني الدراسه مهمه فيها قوي. يعني لا انا شايفه انه الانتيريور ديزاين عادي ممكن يدرس مش في الكليه. مش لازم يبقى في الكليه. يعني ممكن حد يدرسه بتفاصيله ويفهم ان هو اصلا كله ديتيلز وكله تفاصيل وماتيريالز وحاجات. العماره عشان هي اكبر شويه العمارة من ناحيه يعني انا صعب شويه ان انا اتخصص عماره ريزيدنشال بس يعني او ممكن برضو حد يعمل كده. فلو ريزيدنشال بس برضو مع الاكسبيرينس ممكن ان حد يدرس حاجات دي. بس خلينا نتفق ان احنا الدراسه اصلا للاسف يعني الدراسه في الجامعه مش هي 100% اللي بتبقى انت بعد ما تتخرج من الجامعه بتبدا ان انت تحس ان هي دي بالظبط اللي هتقابلك او اللي انت هتنفذه في ارض الواقع او اللي انت هتشوفه على ارض الواقع. وان بسبب عدد الناس الكتير اللي بتتخرج فبيبقى التخصص اللي انت هتشتغل فيه بيبقى نيش صغير او حاجه صغيره فانت بتبقى محتاج انك تقعد تدرسها وتذاكرها من الاول خالص. فخلينا نقول ان لو انت رحت as an interior designer واشتغلت في مكتب معماري وشفت مشاريع العمارة بتبدأ انها تتنفذ ازاي والتفاصيل بتاعتها بتبدأ ان انت تديزاينها ازاي مشروع مع 2 مع 3 لو هم في نفس التخصص او في نفس الحاجة هتلاقي نفسك دايس والدنيا ما فيهاش مشكلة. لكن مع الوقت بقى مع اختلاف المشاريع مع اختلاف الكونسبتس لازم انت تبقى بتثقل مهاراتك as مهندس معماري او as interior designer بالقراية كتير قوي في المجال بالمذاكرة بتاعت المجال بانك تعرف ايه الجديد في المجال. ان تطور العلم اصلا بيخلي العلم بسرعه يبقى اوت ديتد فاللي بيلحق يطور نفسه هو اللي بيلحق يبقى موجود في الماركت الفتره دي. ويعني مع دخول بقى حاجات كتير منها مثلا الاي اي والتفاصيل دي كلها بتخلي العلم متوفر اكتر وبسهوله. فاقدر انا من وجهه نظري يعني انا في ناس كتير جدا ضد وجهه النظر دي. مفيش حاجه في الدنيا ما ينفعش اتعلمها. مفيش حاجه في الدنيا ما ينفعش اتعلمها. حتى هو اكيد مفيش حاجه في الدنيا ما ينفعش اتعلمها. ثانيه بس مفيش حاجه في الدنيا ما ينفعش اتعلمها. بس عايز اسال سؤال هل الدراسه في الجامعه بتاعتكم انتوا شايفين انه عادي بعد ما اتخرجت ممكن ادرس ده وابقى بنفس النوليدج اللي كانت عندي او اللي خدتها بيزد على النقطه اللي الباشمهندس لسه قايلها؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا في ال5 سنين دول هل انا خدت كام ماده في ال5 سنين؟ خدت رقم كبير يعني نقول مثلا 70 ماده. هل ال70 كلهم لما انا هاجي اشتغل في شغلانه محتاج ال70 كلهم؟ لا، انا ممكن 6-7 منهم هم دول اللي يخلوني اقدر اطلع ستراكشر وافهم ستراكشر مظبوط. ليه؟ لان انا درست ثيرموداينامكس، درست سويل، درست حاجات تانية كتير وسعت لي افاق خلتني بفكر بشكل اوسع. يعني ما نقولش ان هي ملهاش لازمه 100%. في منها حاجات على فكره يعني ولا عمرها بتيجي في بال الشخص لان هي فعلا ملهاش لازمه قوي او على الاقل اتدرست له بشكل
مش عملي او بشكل درسنا خاطئ. عربي في الجامعة. مثلا بالظبط يعني. تمام. انما لو هنتكلم في فكره ان انا في حاجه معينه انا عايز ابقى بعمل ستراكشر للمباني حتى مثلا مش الكباري او كده، فده ما اقدرش اذاكره بره الجامعه؟ لا اقدر بسهوله. انا عايز اقول لك ان احنا الحاجات الاساسيه اللي هي البروجرامز اللي ما حدش بيشتغل كده كده بورقه وقلم يعني انيمور ولا بكالكوليتر حتى. ازاي اعمل ستراكشر اناليسيس بالبروجرامز ما درستش ده في الجامعه. انا اخدته كورس مع باشمهندس صلاح. بالظبط مع باشمهندس صلاح بدر. يعني فمشروع التخرج بتاعنا عامله مشروع التخرج اللي هو المفروض ده بقى ايه، نتاج انت اتعلمت ايه في الجامعه صح؟ عملته كله بحاجات درستها بره الجامعه. يعني اقدر اقول ان انا ممكن ادرس الحاجه يعني عادي، مش لازم ان انا اكون داخله الجامعه في التخصص ده. في العصر الحالي ممكن ندرس بس ايه اللي يخليني بقى اعرف ان الست 7 مواد دول هو اللي هيفيدوني؟ ان انت تسالي اكسبرت مش اكسبرت، تعالي اساليني. خلينا نتفق ان انا ليه بقول اي حاجه في الدنيا ممكن نتعلمها، لان من وجهه نظري ان بقى متوفر دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ده ان في حد اوريدي خلص حاجه ونجح فيها. فاللي خلص حاجه ونجح فيها ده بالنسبه لي مش الطريق كله، فانا ممكن اروح له اقول له هو انا الطريق دوت محتاج اعمل ايه فيه؟ هيقول لي 1 2 3 4 5. فالواحد 2 3 4 5 دول وانس انا درستهم خلاص انا اختصرت ال5 سنين بتوع الكليه، واختصرت وقت كبير جدا من اكسبيرينس الشخص ده عن طريق ان انا درست كل الحاجات ديت وقدرت ان انا اوصل لمراحل لطيفه جدا في المجال من غير ما اعمل ده. خلينا نتفق، هو اللي بيجي ياخد ديزاين لايك كريزي، هل العلم اللي موجود جوه الدبلومه مش موجود في حته تانية؟ لا بس مرتب. ما هي دي بقى وعمل له فريمينج عشان في اكسبرت قال لك بدل ما تقعد تضيع وقتك وان انت تقعد تدور هنا وتدور هنا وتدور هنا، تعالى انا از اكسبرت في انتيريور ديزاين انا قررت اقول لك ان الخطوه الاولانيه المفروض تعمل كذا، الخطوه الثانيه المفروض تعمل كذا، الخطوه الثالثه المفروض تعمل كذا، الخطوه الرابعه المفروض تعمل كذا. فهنا ايه اللي حصل في الاخر؟ حصل في الاخر ان الشخص اللي داخل از اكسبرت في الحته دي ابتدى ان هو يجايد يو انك تمشي على باث معين، والباث ده في الاخر وصلك للنجاح بس. ف whatever بقى، مهندس معماري، مهندس انشائي، انتيريور ديزاينر، اي حد في اي مجال يقدر ان هو يطور نفسه وينجح ويشتغل ويحقق نجاح في المجال ده وانس ان هو قدر يدور على حد ناجح. باي ذا واي ده من اكتر الكوتس اللي انا بحبها واللي فرقت في حياتي واللي غيرت في فكري تماما في الجزء ده. كوت لتوني روبنز. توني روبنز ده واحد من اشهر الناس في البيرسونال ديفلوبمنت، يعني كان بيتكلم ان if you want to succeed in anything find people who already succeed in that and follow them. انت مش محتاج خالص تعمل حاجة تانية مختلفة غير انك تدور على حد نجح، تشوف هو عمل ايه عشان ينجح واعمل زيه. مش مطلوب منك في الاول انك تبقى كرييتيف، مش مطلوب منك كرياتيفيتي، مش مطلوب منك انك تحط التاتش بتاعك. كل اللي مطلوب منك امشي ورا اللي نجح لحد ما تحقق النجاح اللي هو نجح فيه دوت او اللي هو عمله، وبعد ما تحقق النجاح اللي هو نجح فيه وعمله ابدا بقى ايه، دور على ايه التاني، ايه المرحله اللي بعدها، ايه المرحله اللي بعدها، وتبدا ان انت المرحله اللي بعدها اللي هو ايه، خلاص انا وصلت للنجاح بتاعه، طب انا هشوف حد انجح واشوفه عمل ايه واطور نفسي. طب انا هشوف اصلا هو ايه الطريقه اللي خليته ينجح وابدا ازود منها اكتر. مثلا قرايه الكتب، ناس كتير جدا جدا ما بتقراش خالص، دي مشكله كبيره. الكتاب اي كتاب انا بقراه في الدنيا، الراجل اللي عمل الكتاب ده، انا واحد من الناس نفسي اعمل كتاب في الانتيريور ديزاين. الكتاب بتاع الانتيريور ديزاين ده هيلخص مور ذان مثلا 10-12 سنه اكسبيرينس في مجال الانتيريور ديزاين، حاططهم لك في كتاب. تخيل انت في 6 ساعات بتقرا كتاب زي ده، ممكن تقراه كله على بعضه، لو قعدت 6 ساعات متواصل هتقراه كله. 6 ساعات بتاخد اكسبيرينس، ممكن حد يقعد يديك اكسبيرينس 50 سنه في كتاب واحد. 50 سنه من حياه بني ادم انت لخصتها كلها وخدتها جوه دماغك عن طريق انك تقرا كتاب. فنفس الكونسبت، الكتاب او الكورس او اي حاجه هي عباره عن انها بتختصر وقت عشان توصلك للحاجه اللي انت عايزها.
I believe ان interior designer يقدر اي حد يقدر ان هو يدخل مجال الانتيريور ديزاين ويمشي مجال الانتيريور ديزاين through steps واضحه قدامه. نفس الكلام اي حد يقدر ان هو يشتغل في الاركتكتشر through steps واضحه، وان هو يبقى ماشي ورا ناس اوريدي نجحوا ويفهم منهم هم نجحوا ازاي ويتعلم منهم مره واثنين وثلاثه. بس في حاجه واحده بس بتفرق، تفتكروا ايه؟ استمراريه. حاجه كمان يعني حاجه في شخصيته الانسان. حاجه كمان باي ذا واي انا شفتها في باشمهندس يوسف، يعني انا يعني من الناس الاراده. انا فعلا كنت انا خلاص قررت ان انا هو ده المجال اللي انا هكمل فيه، هو ده المجال اللي انا هشتغل عليه، هو ده المجال اللي انا هقعد احط كل مجهود انا عايز احطه عشان اوصل فيه. يمكن انت لما قررت تسيب مدني وتتنقل انتيريور ديزاين كان في حد قال لك نصيحة غلط ان انت المفروض تروح تاخد ماكس الاول. مظبوط صح. يوتيوب يعني في اليوتيوب قالوا لما قعدت ادور على يوتيوب ايه اول خطوه او احسن خطوه، البرامج، روح اتعلم برامج. بالظبط. وانا شايف ان النصيحه دي غلط تماما. ليه؟ لان خلينا برضو نتفق ان يوتيوب فيه حاجات قويه جدا 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 وحاجات مسليدنج هتشتتك. فمش ده الاكسبرت اللي انا بقول لك امشي وراه. يعني اليوتيوب مش هو الاكسبرت خالص. لان اليوتيوب للاسف في ناس جواه بيقولوا معلومات based on حاجه تجربه شخصيه، والتجربه الشخصيه مش شرط انها تكون هي 100% صح. حتى لو نجحت مع حد واحد مش شرط ان هي بالظبط. لكن بالنسبه لي حد مجال الانتيريور ديزاين انت لازم تدرس العلم الاول بتاع الانتيريور ديزاين عشان لما تدرس البرامج بعد كده. والبرامج طبعا مهمه جدا، ما اقدرش ان انا انكر اهميه ده، بس دراستك لبرامج الانتيريور ديزاين هتخليك ان انت تبقى ده علم الانتيريور ديزاين، بتطبق العلم بتاع الانتيريور ديزاين تطلع حاجه بشكل احسن. وده يمكن الاساس بتاع كل حاجه. يعني اي هوب ان الناس تبقى عرفت الفرق ما بين الاركتكتشر انتيريور ديزاينر والسيفل انجينير وفهمت الكونسبتس ديت، وعرفنا ان احنا ما فيش حاجه ما ينفعش ان احنا ما نتعلمهاش. وده قولوا لي في الكومنتس برضو لو حد عمل شيفت كارير سواء انتيريور ديزاين او اركتكتشر او سيفل، اكتبوا لي في الكومنتس دوت علشان نقدر ان احنا ندسكاس ده مع بعض. ولو عندكم اي اسئله ليها علاقه بالحاجات اللي احنا ناقشناها في الحلقه ديت او الحلقات اللي فاتت برضو اكتبوا لنا، ولو حابين نتكلم في حلقات تانية على حاجات تانية برضو اكتبوا لنا في الكومنتس. و اي هوب ان الحلقه تكون مفيده وفتحت دماغكم وعرفتكم حاجات مختلفه. واعملوا لنا فولو طبعا على يوتيوب هنا، ولو انتم بتشوفونا على اي منصه تانية اعملوا فولو وداونلودوا الحلقه وشيروا الحلقه، ويعني اعملوا لنا منشن على انستجرام وعلى البلاتفورمز المختلفه. كل الحاجات دي بتخلينا ان احنا نتشجع ان احنا نعمل حلقات اكتر وبتوبكس مختلفه اكتر. فاتمنى تكون الحلقه مفيده بالنسبه لكم، وشكرا جدا لكم. توفيق.